تركات بوبوشية في موضوع الأحجار. يا صديقي المحترم، مفيش عقيق شفة العبد باللون الأسود، شفة العبد بيكون لونه عنابي. أمال هو اكتسب اسمه الدارج شفة العبد إزاي؟ أمال إيه اللي في إيدك ده يا بوبوش؟ ليه ده باين أسود وده ليه باين أحمر؟ الاتنين لونهم واحد، لكن الغريب اللي بيعمله لك بوبوش أو التركات اللي هعرفها لك. يلا بينا، برضو بعمل كده ليه؟ ده شفة العبد عنابي قوي او باين اسود، وده تقريبا اللون قرب، وده كمان. عارف انت بتشوفه اسود ليه؟ عشان هو مش اسود، وعلشان الحجر يعني معتم، سواء اللي وراه معتم او مفيش نفاذية للإضاءة. تعال اوريلك بقى ليه ده نفس الحجر بس ده باين افتح. بص يا صديقي، لو جبنا اي مصدر إضاءة على الحجر عمل ازاي؟ بان اللون العنابي بتاعه. طب لو شلنا مصدر الإضاءة اتكتم، حط مصدر الإضاءة. طيب نشوف ده. ها، وصلت الفكرة؟ طب اشمعنى اللي انت عامله فاتح يا بوبوش؟ حلو، علشان اللي انا عامله فاتح. شايف الارتفاع ده شبع الحجر بالإضاءة. كمان تقطيعة الفاسيت ادت للحجر مصادر إضاءة مختلفة، فيبان ده افتح من ده. طبعا هو في الواقع يبان، لكن لو كتمناه الاتنين بصبعنا، ها، بان اللون واحد، صح كده؟ وبرضه واخد المصدر الإضاءة من الجنب فباين الفتحان. طب لو اديناهم الاتنين مصدر إضاءة، ها، ايه رأيك؟ خد التركاية دي كمان يا صديقي. ده عقيق شفة العبد أو العقيق اليمني، وده ياقوت الجرنت. شايف؟ علشان كده بقولك الاتنين بيعالجوا أو ليهم في تظبيط الدورة الدموية أو تنشيط الدورة الدموية، لأن ثبت علميا إن اللون الأحمر هو اللي بينشط الدورة الدموية. أي لون أحمر، مش عقيق شفة العبد بس ولا الياقوت بس. طيب هنقدر نفرق بين الاتنين ازاي؟ لا بقى، الفيديو كده هيطول. اشوفك على خير.